استكمالا لسلسلة مراجعات المواد، وزي ما واضح من عنوان الفيديو هنتكلم النهاردة عن الرياضة والإنجليزي وإزاي تراجعهم وتعمل إيه فيهم في فترة المراجعة النهائية. وطبعا نعتذر على التأخير، وعلشان كده هعمل المادتين دول في فيديو واحد مع بعض، وهم أصلا إلى حد ما أسهل من الكيمياء والفيزياء والأحياء، فالموضوع مش هيبقى كبير قوي. أنا بفكر أطلع أجيب البلطو صور بيه بما إن أنا مش بلبسه. انا مش هتكلم كتير. المهم هنبدا اول حاجه بالانجليش. المفروض ان كلكم خلصتوا المناهج دلوقتي، ده المفروض. لو انت بقى مراكم حاجه يستحسن تجيبها مع نفسك بسرعه قبل ما تراجع الماده، بحيث بس يبقى عندك فكره عن الوحده او كلماتها او جرامرها عموما، فاهمني؟ بالنسبه بقى للقصه، لو انت عارف الاحداث بالعربي فهتعرف تتعامل وتجاوب عادي بالانجليزي، ولكن لازم تحفظ كلمات القصه كويس جدا، لان اسئله الاختياري بتاعه القصه بتبقى معتمده على الكلمات مش الاحداث. تراجع بقى الماده ازاي او تركز على ايه اكتر، او ايه اكتر حاجه مهمه في الماده. بكل بساطه كده اهم حاجه في الماده او اهم حاجه لازم تركز عليها الفتره اللي جايه هي الكلمات والسكيلز طبعا محتاجه تكون حافظ كلمات كويس جدا. انما الجرامر بس عليه 5 درجات، اللي هم ال10 اسئله الاختياري اللي كل سؤال منهم بنص درجه، فما تضيعش يومك عمال بتحفظ في ولو المصدر وساب الكلمات بحجه ان الجرامر مهم. لا خالص، هو ايوه مهم، ولكن الاهم بالنسبه لك دلوقتي هو الكلمات. لازم تحفظ كلمات كويس جدا. اي كلمه جديده عليك او كلمه انت مش حافظها كويس، اقعد سمعها كويس لنفسك كذا مره لحد ما تثبت في دماغك، وصدقني هترتاح جدا وانت بتحل، سواء في المراجعه او انت بتحل شوامل للماده. بالنسبه بقى لكتب المراجعه، المرشد كويس جدا عشان بس امتحانات السنين السابقه او اسئله كتاب المعهد. وعلى فكره ما اظنش ان في حاجات كتير بتتكرر في امتحان الانجليزي بالذات من امتحانات السنين اللي فاتت، بس علشان حتى تتعود على نظام الامتحان وتدرب نفسك على المنهج كويس، سواء كلمات او جرامر. ايا كانت بقى الاسئله اللي هتجيلك مهما اتغيرت او اتحورت، فانت عارف انت هتعمل ايه، عندك اساس كويس وحالل كويس. ومع كتاب المرشد هات اي حاجه تانية، يعني مذاكره المراجعه النهائيه بتاعه المدرس بتاعك تمام، في كتاب اسمه الزتونه جميل جدا تمام، كتاب الجيم برضه تمام. في الانجليزي يعتبر كله بيفضل لنفس النتيجه في الاخر يعني، فبس تحل كتير على قد ما تقدر عشان المنهج يثبت في دماغك وتبقى الدنيا تمام، فاهمني؟ بالنسبه بقى للمدرسين، بص علشان اكون صريح معاك، الانجليزي مش محتاج قوي ان انت تشترك مع حد في فتره المراجعه النهائيه. لو المستر بتاعك في الدرس هيراجع كويس عادي وانت هتكمل معاه فاوكي مفيش مشكله، ولو هتقعد في البيت وتراجع لوحدك فاحفظ الكلمات وعدي على الجرامر عادي زي ما قلت لك، مش تركنه خالص يعني. واقعد حل بقى اسئله على الوحدات من اي كتاب، والاسئله اللي تقف معاك، او لو حبيت تتاكد من اجابات الاسئله عندك 5 حاجات تقدر تتاكد بيهم: شات جي بي تي، جيميناي، كوبايلوت، والرقم بتاع شات جي بي تي اللي على واتساب، والرقم بتاع كوبايلوت اللي على واتساب برضه. وايوه طبعا كل حاجه فيهم بتبقى ليها ليميت معين، بس ده بيبقى ليميت لكل يوم. اكيد انت مش هتحل 100 صفحه انجليزي في اليوم يعني مهما حليت مش هتقفل الليميت بتاع ال5 حاجات دول. وابقى اسيب لكم روابط ال5 حاجات دول على قناه التليجرام بعد الفيديو ده على طول، فما تنساش تشترك فيها من اللينك اللي تحت الفيديو، وهتلاقي لينكات الحاجات دي كلها عليها. نرجع تاني بقى لموضوع المدرسين. انا الصراحه مش شايف احسن من مستر عبد الحميد حامد من قناه فول مارك انجلش ومس ماي مجدي. الاثنين دول جامدين قوي الصراحه، ده لو انت هتشترك مع حد. وبس كده تقريبا ده كل ما يخص الانجليزي. لو نسيت حاجه اكتبها لي تحت في الكومنتات او ابعت لي على انستجرام، اسيب لك اللينك بتاعه تحت في وصف الفيديو. وبالمناسبه لو الفيديو فادك باي حاجه لحد دلوقتي، ما تنساش تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتبعت الفيديو لاي حد من صحابك علشان انت وغيرك تستفيدوا كلكم. تمام كده، هنيجي بقى لتاني ماده معانا الا وهي الرياضيات. انتوا معاكم ميزه ان في حاجات كتير كانت صعبه اتلغت من المنهج، زي مثلا المحددات في الجبر. السؤال ده لوحده كان مقالي بدرجتين، يعني قد 4 اسئله من الاسئله الاختياري، وضيعت عليه لوحده حوالي نص ساعه من زمن الامتحان كله بحاول فيه لحد ما حليته. فاحمد ربنا ان حاجه زي دي اتلغت، وعشان برضه الحاجات اللي اتلغت دي فالمفروض ان معظم المدرسين دلوقتي خلصوا المناهج. لو متراكم عليك حاجه ما اتفتحتش خالص ذاكرها قبل فتره المراجعه، ولو ذاكرتها بس نسيتها فده عادي جدا، ما تقلقش هتفتكرها كويس جدا في فتره المراجعه. وحاول او مش حاول، يعني هو لازم على فكره تمسك كل فرع تكتب القوانين بتاعته في ورقه خارجيه كده او تحفظها كويس. واقصد كل فرع من ال4 فروع: تفاضل وتكامل، جبر وهندسه فراغيه، ديناميكا واستاتيكا. حتى لو الامتحان هيجي لك تطبيقيه وبحته، فلا انت زي ما انت تقسمهم 4 فروع، ما تضغطش نفسك، يعني ايه، بسط الموضوع على نفسك. بالنسبه بقى للكتب فيكفيك بس كتاب المعهد وكتاب المرشد، اللي هما الاثنين يعتبروا واحد اصلا. يعني هنا اقدر عادي بكل بساطه اقول لك عادي كفايه كتاب المعهد، ولكن برضه يفضل تحل كتاب المرشد عشان تبقى عملت اللي عليك في الماده كويس جدا، وتبقى خلاص ضمنتها وحليت كل سؤال او كل فكره اكتر من مره. بالنسبه بقى للمدرسين، اول حاجه طبعا هي انك تكمل عادي مع المدرس بتاعك، اللي هو تفضل تنزل الدرس عادي يعني. وعلى فكره الرياضه عادي ممكن تقعد تذاكرها في البيت مع نفسك. وبالنسبه للاجابات بتاعه الاسئله يعني، فهتلاقي كتاب المرشد معاه ملحق اجابات كويس جدا. ولو عايز حد اونلاين فاولهم طبعا مستر سعد عبد الموجود، جميل جدا، خصوصا انه في ليالي الامتحانات بينزل حل اسئله كتاب المعهد قبل كل امتحان، بينزلها مجانا عادي على اليوتيوب. حرفيا الامتحان مش بيخرج من الفيديوهات بتاعته،
وبرضه هبقى افكركم في ليالي الامتحانات تسمعوها لو نسيتهم. وفي مستر لطفي زهران جميل قوي، وطبعا اقربهم لقلبي السير الشامي، بس صراحه انا ما اعرفش هو عامل مراجعات للازهر مخصوص ولا مش بيراجع لهم اصلا ولا ايه النظام. وفي مستر هندسه ما اعرفش ايه نظامه الصراحه لاني ما جربتوش خالص. وزي ما قلت لك الرياضه اصلا مش محتاجه ان انت تشترك مع حد، وحتى ممكن ان انت بتحل مع نفسك في البيت الاسئله اللي تقف معاك علم عليها، وبروح في اي وقت للمستر بتاعك اساله فيها مش هيقول لك لا، او بعتها له حتى واكيد هيجاوبك. وتقريبا كده خلصنا كلام عن الرياضه برضه. فلو في حاجه انا ما وضحتهاش او نسيت اتكلم فيها اكتبها لي تحت في الكومنتات او ابعتها لي على الانستجرام زي ما قلت لك، هتلاقي اللينك بتاعه تحت في وصف الفيديو او ده اليوزر نيم بتاعي. وما تنساش تشترك في القناه عشان فيديوهات الشرعي والعربي نازله قريب. كلام معكم دكتور محمد عزازي طالب في الفرقه الاولى طب ازهر دمياط. اشوفكم الفيديو الجاي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.